شايف نفسك فين كمان 5 سنين؟ ده أغبى سؤال أنا سمعته في حياتي. السؤال ده دايما بيتسأل في الانترفيوز. لو انتوا يا جماعة واخدين بالكم فالأوضة فضيت، لأن ده آخر يوم ليا هنا في جرينادا، وبكرة رايحة سيفيا أو إشبيلية، هقضي فيها يوم وبعدين تاني يوم هاخد الطيارة وأطلع على الإمارات، أرجع بيتي اللي هناك. النهاردة عايزة أتكلم في موضوع ثانية واحدة عشان أنا عدت الجملة دي 3 مرات لحد دلوقتي. حلل الفلوس بس. النهاردة عايزة أتكلم في موضوع يمسني أنا شخصيا وبعاني معاه من وأنا طفلة، وهو إن دايما أنا بربط قيمتي كبني آدمة بمدى إنتاجيتي في المجتمع. يعني إيه؟ يعني طول ما أنا بعمل حاجات وبشتغل وبعمل فلوس فأنا بني آدمة ليها قيمة، لو أنا ما بشتغلش فأنا ماليش قيمة. ودي حاجة أنا معرفش اتولدت بيها ولا إيه، يعني من وأنا صغيرة وانا دايما بحاول اثبت نفسي. انا عايزه اثبت نفسي لكل حواليا من وانا طفله، لازم ابقى بجيب اعلى الدرجات، لازم ابقى اشطر واحده، لازم ابقى الاولى. لو نقصت درجه ولا 2 ولا حاجه مناحه بقى وعياط وبتاع. ويمكن ده كان طريقتي في ان انا مثلا عايزه اجذب الانتباه ليا، او ان انا عايزه اللي حواليا يهتموا بيا او يقولوا لي كلام حلو. ما اعرفش، بس الاحساس ان انا دايما لازم ابقى الاحسن ودايما لازم ابقى الاشطر فضل معايا لحد من قريب، وتقريبا لسه معايا كده مستخبي جوه، بس انا بحاول اطبطب كده عليه واقول له بس مش يعني ما نطلعش، كفايه بقى، كفايه جري. الاحساس ده كبر معايا وبقيت لازم ابقى بشتغل ولازم بعمل فلوس، لدرجه ان انا وصلت لمرحله في مره وانا في دبي كنت بكلم الثيرابيست. انا كل فتره بحب اكلم ثيرابيست وعماله اعيط وبقول لها انا حاسه ان انا ممكن اعمل حاجات اكتر من كده في حياتي، انا حاسه انا مش بعمل كفايه. وانا كان عندي وقتها شغل وبقبض عادي وعايشه عندي بيت وبتعلم سواقه، يعني بعمل حاجات، يعني مش قاعده ما بعملش حاجه. وكنت عماله اعيط ومنهاره عشان انا I feel ان انا I'm not enough, I feel like I'm not doing enough طول الوقت. ومهما عملت ومهما انجزت ومهما حققت ومهما نجحت، احساس ان انا مش كفايه على طول على طول ملازمني. فهي ساعتها قالت لي طب انتي محتاجه ايه تاني؟ بس انا مش عارفه، انا بس حاسه ان انا ممكن اعمل اكتر. قالت لي اللي هو ايه؟ وانا ما كانش عندي اجابه، عشان كان فعلا ما فيش اجابه، ما فيش حاجه اكتر من كده ممكن اعملها. اصل هعمل ايه تاني بجد؟ هقطع نفسي، ما انا بشتغل وبروح وباجي، فمحتاجه يعني احس ان انا كفايه. فمن ساعتها، من ساعه ما هي قالت لي انت بتدوري على ايه تاني، وانا بسال نفسي السؤال ده، وبعدين قلت خلاص انا مش عايزه اربط اهميتي او الورث بتاعي كبني ادمه بالشغلانه اللي انا بشتغلها. وقعدت سنين بقى بقول لنفسي كده، بقول للناس اللي حواليا كده، لحد ما بقاش عندي شغل. بقالي كذا شهر انا ما بشتغلش فول تايم، ودي عمرها ما حصلت. انا بشتغل فول تايم من وانا مثلا اول ما اتخرجت، ومن قبل ما اتخرج وانا بشتغل بارت تايم. فحوار ان انا ما يبقاش عندي شغل ثابت، ده حاجه انا ما اعرفش يعني ايه اصلا، من وانا عندي 20 سنه مثلا ولا 21 سنه، وانا دلوقتي عندي 31 سنه. فانا ساعتها برغم ان انا قعدت اقول كل الكلام الجميل بتاع انا مش بربط قيمتي انسانه بالشغل وبتاع، وانا كانسانه انا كفايه، واقعد اقول لك واكرر الكلام ده كل يوم، اول ما بقاش عندي شغل حسيت ان انا وقعت. حسيت ان انا ما بقتش واقفه على ارض صلبه. حسيت ان انا ايه لازمتي في الحياه؟ انا بعمل ايه بقى؟ ايه اللي انا بعمله دلوقتي لو انا ما بشتغلش كل يوم؟ ولما بدات اسال نفسي بقى اعمل ايه، قعدت فترة بحاول أجبر نفسي إن أنا أشتغل أو إن أنا أرجع الشغل تاني. بس أنا كان في حاجة جوايا بتقولي يمكن مش ده اللي إحنا عايزينه دلوقتي. فقعدت فترة كده بيني وبين نفسي لحد ما قلت له أوكي، أنا هاخد بريك من غير ما أفكر في الشغل، ومن غير ما أبقى بدور على شغل، ومن غير ما بقدم على حاجة. خليني أخد بريك وقت اسافر بقى. كنت دايما بقعد اقول انا عايزه في الصيف ما بقاش بشتغل واروح اقعد في اوروبا وبتاع. كنت بقعد اقول الكلام ده كتير قوي لحد ما سبحان الله اتحقق يعني، واتحقق بطريقه يمكن انا ما كانتش دي الطريقه اللي انا عايزاه يتحقق بيها، بس هو اتحقق. ده بقى موضوع تاني هنبقى نتكلم فيه بعدين. المهم فعلا قررت ان انا هروح اقعد شهرين في اسبانيا. قعدت في مدينه اسمها جرانادا اللي انا فيها دلوقتي. ودايما بقول لما حد بيسالني ليه جرانادا، بقول له والله انا ما اخترتش جرانادا، جرانادا اللي اختارتني. كان في بروجكت كده انا جيت عليه، قعدت فيه كام اسبوع وبعدين سبته. وبعدين بقى قعدت بقى قلت خلاص انا عايزه بقى اركز في المذاكره،
بتاعه الاسباني. المهم مش ده حوارنا يعني. النقطه لما انا جيت اسبانيا هنا وبدات اقعد واحس ان انا مستقره، اكتشفت قد ايه الناس هنا مش مهتمه بالشغل. هنا كله زي بعضه، الضابط بيقبض زي عامل النظافه، متوسط المرتبات كله شبه بعضه، مفيش حاجه اسمها حد احسن من حد. ودي بالنسبه لي حاجه غريبه، لان احنا دايما بنقيس قيمه البني ادم في مجتمعاتنا على هو شغال ايه. ودي اول حاجه احنا بنسالها البني ادم، انت شغال ايه؟ او لما مثلا اما حد يقول لك عرفني بنفسك، انت تقول اسمك سنك وبعدين بتشتغل ايه. ففكره ان الناس هنا بتتكلمش عن شغلها او شغلها مش محدد قيمتها في المجتمع او هي فين، دي بالنسبه لي كانت حاجه غريبه. لان طب انتوا كده بتحكموا على بعض ازاي؟ لان احنا بنحكم على بعض من ان احنا شغالين ايه. إيه الدكتور ده في مكانة عالية، المهندس مش عارفة في انهي مكانة. هنا مش فارق مين فين، كله بيعمل دوره وكله بيروح شغله وكله بياخد نفس الفلوس وكله في الاخر بيقف وبيقعد جنب بعض في الاتوبيس عادي. ف فكرة ان انا مربوطش نفسي او قيمتي بشغل كانت موجودة عندي في دماغي، بس ان انا اشوفها في مجتمع كامل دي كانت بالنسبة لي صدمة حضارية كبيرة قوي. وحسيت لما انا جيت هنا ان انا عايزة ابقى زيهم. انا مش عايزة الناس تحكم عليا من شغلي، انا مش عايزة اول حاجة ابقى فخورة بيها ان انا بشتغل شغلانة معينة. انا عايزة ابقى انسانة كويسة، حتى لو مش هيبقى عندي شغل وحتى لو مش هيبقى عندي فلوس، انا عايزة افضل انسانة كويسة، لان مش شغلي هو اللي هيقول انا بني ادمة كويسة ولا بني ادمة وحشة. و... والفكرة دي انا لسه بحاول اتعلمها. ولو انتوا صغيرين لسه في السن، حاولوا تزرعوا الفكرة دي في دماغكم من دلوقتي، ان انت شغلك مش هو اللي بيعمل لك قيمة. احنا في مجتمعاتنا فعلا بنحكم على بعض من شغلنا، وفعلا شغلنا هو اللي المفروض يعمل لنا قيمة، ولكن احنا قيمتنا الحقيقية في انسانيتنا. فهل انت كويس ولا لا؟ هل انت بتسامح ولا لا؟ هل انت انسان صبور ولا لا؟ بتساعد اللي حواليك؟ هل انت انسان كويس؟ هل انت جواك حقد وكره وغل وحقد وحسد للي حواليك، ولا انت تمام من جوه، في سلام، في peace of mind، في inner peace؟ ولا مفيش؟ اللي انا لاحظته كمان وانا هنا ان الناس مش بس مش مهتمة بالشغل، الناس مش مهتمة ان هي تعمل فلوس كتير. يعني في بيزنسز هنا او مطاعم او اماكن مثلا ممكن تفتح من 8 بالليل، مع ان هو لو فتح بدري شوية هو برضه هيعمل فلوس، لان في ناس واقفة طوابير وفي ناس عايز تيجي وفي سياح، ما هو برضه في سياح عادي. لكن هما مش مهتمين ان هما يعملوا ارباح عالية على قد ما هما مهتمين ان هما يبقوا عايشين حياة فن، حياة مرحة. عشان كده اعتقد ده سبب برضو من الاسباب ان انا عمري ما حسيت ان انا وحيدة وانا في اسبانيا. انا دايما حاسة ان انا حواليا ناس، الناس طول الوقت بره، الناس طول الوقت بتكلم بعض، الناس طول الوقت شبه بعض وزي بعض، مفيش حد فوق وحد تحت والكلام ده. وانا دي الحياة اللي انا عايزة اعيشها. انا عايزة اعيش حياة ابسط بكتير. انا تعبت من كتر الضغط اللي انا حطاه على نفسي طول الوقت. انا طول الوقت حاطه ضغط على نفسي ان انا لازم ابقى احسن حد في الدنيا ولازم ابقى بعمل اكتر فلوس في الدنيا. انا بجد تعبت. وهل ما اعرفش الضغط ده جاي مني انا بس، انا اللي حاطه الضغط ده على نفسي، ولا انا عشان كبرت في مجتمع اوريدي بيحط الضغط ده على البني ادم؟ ومش بس بيحط الضغط ده على البني ادم، ده كمان بيوصل للستات ان هم مثلا درجه تانية وان هم ما يعرفوش يعملوا كل حاجه الراجل يعرف يعملها. فانا برضو لما كبرت شويه بقيت لا، انا عايزه اثبت للمجتمع ان انا كواحده اعرف اعمل اللي الراجل بيعمله وابقى شاطره فيه وابقى اذكى واعرف اعمل فلوس زيه واعرف اسافر لوحدي واعرف اجي واعرف اعيش لوحدي واروح. فحسيت ان انا عندي معرفش، هو الضغط ده عشان اثبت نفسي او اثبت للمجتمع او اثبت للعالم. وانا بجد خلاص انا مش عايزه اثبت اي حاجه تاني. و it's making me I don't know it's making me emotional. الموضوع بجد بيحسسني كده. لا انا يا جماعه انا مش بتاعه اطلع اعيط قدام الكاميرا والكلام ده، مش هعمل انا الحركات دي، ما اعملش انا كده. لا ده انا شايله ومعبيه كتير. مش عارفه، تحسست قوي. انا عامه اليومين دول عايزه اعيط لان انا كمان زعلانه قوي ان انا سايبه اسبانيا، وزعلانه ان انا فيستي خلصت ومش عارفه لسه هعمل ايه في حياتي. ودي حاجه انا عمري ما كنت اتوقع ان انا ابقى فيها يعني. عمري ما كنت اتوقع ان انا ابقى في السن ده ومش عارفه انا عايزه اعمل ايه، او مش عارفه، انا محتاره.
عايزه اعمل ايه، لان انا عندي افكار كتير قوي، في حاجات كتير قوي انا عايزه اعملها بس محتاره اعمل انهي واحده فيهم. لو في حاجه كان نفسي اتعلمها وانا صغيره هي ان انا ما احطش نفسي تحت كميه الضغوط دي. انا ما فيش حد محتاج اثبت له اي حاجه، وانا احب قوي اعيش حياه اهدى وحياه ابطأ وحياه اسهل وابسط من الحياه اللي احنا بنحط نفسنا فيها. لان في الاول في الاخر مش فارقه، والله بجد هي بجد مش فارقه. وانا شفت قد ايه الموضوع مش فارق لما جيت هنا، لان في الاول في الاخر احنا كلنا زي ما احنا كلنا بني ادمين. وده يرجعني لبدايه الفيديو، السؤال اللي انا كنت بتساله في الانترفيوز من وانا صغيره، وانا بجد اصلا ما كنتش فاهمه يعني ايه اللي هو شايفه نفسك فين كمان 5 سنين؟ ما اعرفش، عايشه، احب ان انا اكون عايشه ومرتاحه كمان 5 سنين. وتقعد بقى ايه، انت طبعا وانت صغير تبقى عايز تبهر الاتش ار اللي بيعمل لك ولا المدير اللي بيعمل لك انترفيو، فتقعد بقى تقول والله انا عايزه ابقى مدير، والله انا مش عارفه عايزه اعمل ايه. بجد سؤال متخلف، وبطلوا تسألوا السؤال ده في الانترفيوز لأنه هو بجد ملوش معنى وما بيقيس أي قدرات أو أي مواهب عند الشخص اللي انتوا بتعملوا معاه انترفيو. أو السؤال برضو اللي بيعصبني قوي، انتوا ليه عايزين تشتغلوا هنا؟ عشان اعمل فلوس. انا جاي اشتغل هنا عشان اعمل فلوس. انا لو معايا فلوس الى ما لا نهايه، انا ايه اللي هيجيبني اصلا المكتب ويخليني اشتغل يعني؟ فاحنا يا جماعه برضو بحس ان احنا بنحط نفسنا في دوامه كلنا عاملين نضحك على بعض، اللي هو انا مش بس بشتغل عشان الفلوس، انا بشتغل عشان انا مش عارفه ابني نفسي وابني مستقبلي ما هو برضو ما احنا بنبني ده عشان الفلوس يعني. احنا في مجتمع رأس مالي بنشتغل عشان الفلوس. فكرة بقى ان احنا بنشتغل عشان اي حاجه تانية، دي فكره وهميه جدا، وفكره احنا بنضحك بيها على نفسنا جدا. عشان كده حتى في لينكد ان انا ما بقتش بستحمل لينكد ان. انا حاسه ان في كميه ناس بتضحك على نفسها وبتضحك على بعض بطريقة مش طبيعية، وانا حاسة ان انا عايزة اعيش حياة حقيقية اكتر من كده بكتير. انا مش قادرة اتصنع ومش قادرة اكذب ومش قادرة احور ومش قادرة اقول حاجة انا مش حساها. ده مش معناه ان انا كنت بعمل كده قبل كده. انا الحمد لله يا رب، الحمد لله الحمد لله، انا كنت شخص محظوظ جدا ان انا كل الشغلانات اللي انا اشتغلتها في مثلا اخر معرفش 7 سنين 7-8 سنين، انا كنت بحب الشغل جدا، وكنت حاطه يعني 100% من جوايا في الشغل، وكنت بستمتع باللي انا بعمله، ولحد دلوقتي انا بستمتع باللي انا بعمله. انا ما بقتش قادره اشتغل حاجه انا مش بستمتع بيها، او ان بتخليني مش طايقه نفسي، او مش قادره اكمل عيشه. انا ما اعرفش الدنيا هتاخدني فين كام شهر الجايين. هي كانت اصلا هي سنه غريبه من ساعه ما بدات والله، بس ده بقى حوار احكي لكم اخر السنه لما السنه تخلص. ولكن انا مش عارفه السنه فقدتني فين، ومش عارفه هل انا هرجع اشتغل فول تايم ولا لا. بس انا عارفاه ان انا مش عايزه احط نفسي تحت اي ضغط عالي. مش عايزه احاول ان انا اثبت نفسي لاي حد. انا تمام انا زي الفل، ابوس ايدي وش وظهر، ومبسوطه باللي انا بعمله، ومبسوطه بالفيديوز اللي انا بعملها، ومبسوطه ان في تعليقات حلوه بتيجي. فلو في بني ادم واحد بجد بيتفرج على الفيديو وكان حاطط نفسه تحت ضغط كبير وبيحاول يثبت نفسه للعالم كله، وشاف الفيديو ده وقال انا مش عايز اعمل كده تاني، وانا قيمتي كبني ادم مش مرتبطه بقيمتي في الشغل، ومش مرتبطه بانا شغال ايه، انا حاسه ان انا كده اديت رسالتي في الحياه بجد. عشان كده انا ناويه الفتره اللي جايه اعمل فيديوهات عن كل حاجه انا اتعلمتها، مش بس الدروس الحياتيه اللي انا عماله اقولها دي يعني كاني شخص خبير قوي. لا، انا عايزه كمان اتكلم في الحاجات اللي انا بعملها في الشغل بقى، في صناعه المحتوى وازاي، والسكريبتات والتصوير والكلام ده كله. عايزه اتكلم فيه عشان انا حاسه ان انا دلوقتي مهمتي او البيربس بتاعي ان انا افيد اللي حواليا وافيد نفسي برضو في نفس الوقت. وبس كده. حاسه ان هو ده درس النهارده. قيمتكم كبني ادمين مش مرتبطه بقيمه الشغل اللي بتعملوه. قيمتكم كبني ادمين مرتبطه بانسانيتكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.